السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين الكفتة الكدابة، كفتة الريف المصري زي ما كنا بنعملها على الكانون زمان، بكل تفاصيلها وزي ما كنا بنعملها بالظبط. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. معايا ايه؟ هبدأ اعمل الصلصة اللي هطبخ فيها الكفتة يعني. فانا معايا هحط زيت او سمنة على النار في حلة، وهعمل بصلتين كده هفرمهم في الكبة وهنزل بيهم. انا عايزة ايه؟ البصلة تدبل بس مش عايزاها تحمر يعني، علشان طبعا ايه ما تبقاش ما يبقاش الطبيخ حامي يعني. فانا ما بحبش احمر البصل عامة في اي طبيخ انا بطبخه. بتبل بس بدبل البصل بس يدبل بس بسيط معايا كده. وهنزل عليه بالصلصة. معايا كيلو طماطم مفروم فرمه في الخلاط، هنزل بقى على البصل كده بعد ما دبل خفيف. وهحط معلقة سكر وهسيبها تتسبك لحد ايه؟ ما نعمل الكفتة. انا بقى حطيتها جنب كده تتسبك لحد ما يعني الطماطم تتسبك معانا، وهبقى ازودها مية ايه؟ للتسوية. معايا بقى هنا الرز اللي هعمل بيه الكفتة. كيلو رز مطحون، ومعايا بصلتين متقطعين وطماطمية متقطعة. هشتغل بقى في شفشق الخلاط على طول اللي انا ايه؟ فرمت فيه الطماطم يعني. فهحط بقى البصل والطماطم وحوالي 10 فصوص توم، وحزمة كزبرة خضراء مقطعاها، هحطهم كلهم في الشفشق وهحط عليهم كوباية مية وهضربهم ايه؟ في شفشق الخلاط كده علشان ايه؟ تنعم معايا، علشان ايه؟ تبقى ايه؟ نعجن بيها الرز. طبعا احنا كنا بنعمل الرز ده كنا بنطحنه كده في الهون، ومعاه غلة او ذرة. علشان ايه؟ الرز طبعا احنا عارفين ان الرز بيبقى يعني بيبقى فيه خشونة شوية، فاحنا كنا بنحط معاه دقيق، غلة مطحونة او ذرة علشان يلم معانا الرز. فطبعا احنا مش متوفر عندنا الكلام ده، فهنعمله بقى ايه؟ بطريقة نقدر كلنا نعمله يعني بنفس الطريقة زي ما كنا بنعمله زمان. فمعايا كيلو رز مطحون، وكمان احنا لو مش عندنا رز مطحون ممكن نطحن احنا رز طبعا. فهحط بقى الخلطة اللي انا ضربتها في الخلاط على الرز، وهحط عليها معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كزبرة، نص معلقة كمون. احنا دايما مش عايزين نكتر كمون في اي اكل يعني، الكمون بيغير طعم الاكل شوية، فاحنا مش بنكتر يعني. ممكن نحط معلقة كزبرة، نص معلقة كمون بس مش نكتر. ومن عندي انا حطيت نص معلقة ايه؟ قرفة. وطبعا احنا لو حابين نحط كمان معلقة بهارات كفتة. بس طبعا انا ايه؟ ما حبيتش اجود يعني في الوصفة، علشان احنا قلنا ايه؟ ان هي الكفتة الكدابة بتاعة الريف المصري زي ما كنا بنعملها زمان بالظبط. فانا هعجن بقى الخليط كده كله لحد ما يلم معايا. لو احتجت كمان شوية مية كده بعد الخليط اللي انا فرمته في الخلاط، احتاج بقى كمان يعني شوية مية، بحط ايه؟ معلقتين بمعلقتين، علشان ايه؟ ما يحتاجش معايا ايه؟ يعني رز تاني يعني، عشان لو مش موجود فاحنا ايه؟ بالراحة كده نحط ايه؟ المية بالتدريج لحد ما تلم معانا العجينة وتبقى كويسة. طبعا علشان احنا ما حطيناش غلة ولا ذرة عليها زي ما كنا بنحط زمان. فهنحط حوالي نص كوباية دقيق برضو بالتدريج على حسب ما تحتاج بقى، عشان ايه؟ الدقيق يلم معايا العجينة كويس يعني، عشان تنعم معايا وتبقى متماسكة. فهنحط ايه؟ معلقتين دقيق بمعلقتين دقيق كده لحد ما نحس ان العجينة خلاص لمت في ايدينا وبقت كويسة. ايه؟ نبدأ بقى نشكلها بقى زي ما احنا ايه؟ عارفين تشكيلة الكفتة العادية خالص بايدينا كده. احنا دايما كنا بنعملها كده، يعني ايه؟ ما بنخليهاش مطولة، احنا كنا بنخليها ايه؟ صغيرة كده على قد تطبيقة الايد كده زي ما احنا شايفين. مش طويلة زي الكفتة زي كفتة الرز اللي هي باللحم. هنخلص بقى الكمية كلها، واحنا في الأثناء دي بعد الصلصة ما استوت حطينا لها مية تغلي، وهنحط لها الملح بتاعها ونظبطها وتغلي، ونبدأ ايه؟ نسقط الكفتة. احنا طبعا انا بقول لكم كده احنا كنا بنعملها كده، احنا ممكن على فكرة نقليها يعني. انتوا لو حابين ان انتوا تقلوها وبعدين تسقطوها في الصلصة زي ما احنا شايفين مفيش مشكلة. بس هي عامة الكفتة الكدابة دي بتتاكل كده من غير رز يعني، هي ما بيتعملش جنبها رز، هي بتتاكل كده بس زي ما هي كده.
بالصوص بتاعها بس كده. هي لو انتوا طبعا حابين برضو تقلوها وتحطوها في الصلصة وتاكلوها برضو كده من غير رز مفيش مشكلة. وعلى فكرة احنا قلينا منها برضو، لو اللي حابب ياكلها سناكس كده حلوة من غير تسوية في الصلصة، برضو قلينا منها واكلنا منها برضو حلوة مش وحشة برضو يعني. كل الموضوع ان هي مش عليها لحمة، هي دي زي ما كنا بنعملها زمان في الريف من غير لحمة، الكفتة الكدابة دي. فهحط بقى، هخلص كل الكمية كده وهغطي عليها لحد ما تاخد غلوة الأول. يعني مش هحط فيها معلقة ولا حاجة، لحد ما تاخد غلوة الأول. لما تغلي كده كويس زي ما احنا شايفين نبدأ نديها تقليبة علشان ما تلزقش، لأن الرز احنا عارفين الرز بيعمل نشا فبيلزق في أرضية الحلة. فاحنا نخلي بالنا يعني، عايزين نحطها واحدة واحدة هي بتغلي بعيد عن بعضها علشان ما تمسكش في بعضها. وبعد ما تاخد غلوة نبدأ نديها تقليبة ونسيبها بقى لحد ما تستوي ونتأكد انها استوت خلاص. هي بتاخد حوالي من ساعة لربع ساعة على النار، وبعدين نطفي عليها ونسيبها تهدى كده شوية. بعد ما تهدي نبدأ بقى نغرف منها كده زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم هي بتتاكل كده من غير رز جنبها ولا حاجة. نغرف بقى في طبق كده ونبدأ ندوقها كده ونشوفها، ما شاء الله عايزة اقول لكم بتبقى خطيرة. ولها عشاقها بقى، احنا بتوع زمان اللي يعرف الكفتة الكدابة دي ويعرف انه كان بيطبخها في الأرياف يقول لي في التعليقات. وجربوا الطريقة كده وشوفوها على طريقتنا بتاعت زمان في بيوتنا المصرية لما كنا بنعملها بقى، وامهاتنا يسووها على الكانون كده ونقعد حواليهم ناكل بقى. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. سلام عليكم.